خرج مغني الراب توفيق حازب المعروف بلقب دومبيك بتصريحات يهاجم فيها الرئيس الأسبق للحكومة عبد الإله بن كيران بسبب ما اعتبره تجاوزات لفظية في أحد خطاباته. وجاء نص تصريحه كما يلي: اصطدمت في أحد الفيديوهات للسيد عبد الإله بن كيران ينعت فيها المغاربة بالميكروبات والحمير. هل هذا الشخص فوق القانون ولا يستطيع أحد رفع شكاية ضده؟ هل لا يجرؤ أحد على إدخاله السجن أم يتعاملون معه كذلك الجد الطاعن في السن الذي يعاني من الخرف؟ كل بلد يضم فاقد للعقل يتكلم دون تفكير في العواقب، لكن الخطير هو أن يكون هذا الشخص الفاقد للعقل يمثل مؤسسات الدولة، وهذه هي الطامة الكبرى. أحدهم سبق وأن قال أنه يريد إعادة تربية المغاربة، والآخر يصفهم بالحمير. جلالة الملك يحترم ويقدر شعبه عبر كل خطاباته، وممثلين الشعب يحتقرونه. فهل نستحق الأشخاص الذين جعلناهم نواب الأمة، أم أننا نتعرض لخدعة كبيرة؟ وهذا هو السؤال الكبير.